عسلامتكم، مرحبا بكم. نهاركم زين، نهاركم سعيد، إن شاء الله أيامكم الكلها طيبة. آه مرحبا بكم في يومية فوفا. عندي ميت ما عملتش فيديو. على غالب الأيامات هذه الكل عرفتوا هكا ليه في الرونتري مازلت ننظم في الوقت ومانيش عارفة كيفاش، وديما نحس روحي نجري سيرتو الصباح، فما لقيتش وقت باش نصور والكل. هكا عاودوا مجمعة بديت هكا نتعاود شوية على الريتم متاع الوقت. هكا كنت عاد نصور فيديو، عندي برشا ما هبطش فيديو على القناة. هنا صورت لكم الصباح، هزيت رقية وصلتها للروضة. انا معناها الجمعة هذه رقية كهو رجعت تقرا، برغم هذاك وقتها بصراحة معناها بين تهزها وتجيبها كل شيء الصباح ديما نحس روحي مضغوطة والكل. نبدا نزرب باش نخلط اني نطيب الفطور ونقضي الدار ونرجع نروح بيها هكاكا. هم هي الصباح تمشي معناها لازمها تبدا في ليكول 8:30، نخرج بها انا من الدار 8:04 دريجين هي ليكول على الدار. صباح هاكم شفتوه لابسة كابوت، الطقس بارد الحق، سيرتو الصباح باردة وما تعرفش المطر زادا وقتاش. كل مرة يبدا ساعات والله تبدا طقس شمس ومن بعد صب المطر، ديجاكم تشوفوا في الدنيا مبلولك بيت في الليل المطر. نوصلها ونرجع للدار ديريكت، نبدا في القضية والفطور، خاطر هي تخرج نص نهار غير ربع، لازم نص نهار غير ربع نمشي نروح بيها الوقت هذاك. كيف نروح بيها لازمها تفطر على خاطر زادا ترجع ماضي ساعة و4، معناها لازمها دوب ما تروح تلقى الفطور حاضر. روحت للدار هني حضرت الفطور، فيقت سجود خاطر سجود مازالت ما رجعتش للمكتب، ان شاء الله لين سجود ترجع. حضرت الفطور بالطبيعة، فطرت انا وياها، ومن بعد بديت ديريكت في الكوجينة. اول حاجة بديت في الكوجينة و... والحصيل وهاي معايا سجود ليامات هذه في الدار الحق مونستني ابارتير من لندي حتى هي ترجع تقرا على روحها، والعمل على الله. مرحبا بكم الناس الكل في شان يوتيوب يومية فوفا. بالطبيعة أول حاجة نبدأ بها في الكوجينة هي غسل الماعون، برطون راني فدلي نحط الماعون الكل في الفيسيل نغسلو. أما الصباح ديما تلقى كحاجات ما نعرفش منين يطلعوا الحصيل، أما تلقى معون الصباح متاع فطور الصباح، ولا ساعات هكا يدخل حد في الليل لك باش يعمل حاجة تبقى هذيك ساعات. بصراحة نبدأ عندي الجهد وكان قبل ما نرقد معناها نقدها الكل. ساعات بصراحة نبدأ تعبة نخليها كيف ما هي للصباح، صباح رباح هكا. وقتكم عادة الأيامات هذه والله عبارة يعني رجعت نقرأ على خاطر مازلت الوقت، ونحس روحي ديما نزرب ومانيش عارفة كيفاش ننظم الوقت وكل شيء، باش بين اني نهزها وبين اني نحضر الفطور وبين اني نرجع نروح بها. عرفت هكا هذاك الكل راهو وقت. ولهنا معناها 8:30 سي 8:30، نص نهار غربا يتحل الباب تروح بصغيرك، سي نص نهار غربا لازمك تكون قدام الروضة وتروح بصغيرك، خاطر عندنا مثل الروضة متاع رقية حتى لي قارد ما فيهاش معناها روضة كاو. عندك وقت تهز فيه، وقت تجي فيه لصغيرك ترجعها، ترجعها مع ماضي ساعة و4، وعندكم ماضي ساعة و4 ماضي ساعة ونص، والعشية 4 و5 تكمل. أما والله الحق الحمد لله يا ربي، أكتر حاجة أنا فرحة بها إن هي مش متقلقة، بالعكس عجبتها الروضة، عاملة جو ميشك صغير معناه يمشي يبكي أجور ولا تبدا خايفة ولا لا 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 لا. ما شاء الله نوصل للباب متاع ليكول هي تدخل ندخلها تدخل عادي ما تبكيش، أورفاغ أورفاغ باي 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 أكهو. ما شاء الله على بنيتي الحق. النهار الوحيد اللي بكت فيه بكت بكت على خاطر انا ما في باليش اللي هما ما يقبلوش معناها اللي بوات نتاع الماء ذوك البيبس نتاع الماء، مش شريت لها واحده وهي نافحه عليها وكل شيء. يا اخي الميتريس قالت لي لا راهو ما نقبلوش معناها، راهم هما يشربوا من هنا، فما اللي قبلي وكل شيء نشربوا فيهم من هنا.
رجعها وقتها هي ولات تبكي، حابة تبقى عندها الدبوزة. والحق دوبا حكيت معاها هكا شوية كي قلت لها راهو الماء لهنا مصفين ونضيف وعاملين فيه فيتامينات للصغار هكاك. حبيت حبيت نشجعها باش ما تبقاش تبكي. الحق زادا ما بكاتش حتى درايج درجين، جات المدخاز نتاعها مشات لها وسكتتها وصافا وروحت انا على روحي. ومن هرتها الحق ما شاء الله البنات يمكن ان شاء الله يا ربي تبقى ديما هكايا. والله والحق اليوم زيد مشى بوها مشى حسين معناه يسأل المتخاس متاعها هكا وصار على حاجات قال راي معناه مازالت نتحكيش كل شيء حتى على الماء خاطر حسيتها مش قاعدة تشرب بالباهي. قالت له لا رانا عندنا وقت نعطو فيه الماء. عندنا وقت قالت له نعطو فيه الماء عندنا وقت معناها نعطوها تشرب كل شيء. وقلت له راهي بصراحة ما قاعدة تندمج وقاعدة تتعلم وصافا معناها ماهيش معناها مش خايفة ولا حد شيء. الحمد لله. سجود اليوم كملنا الايس كريم تاعها في المكتب ان شاء الله لنزي تبدا ان شاء الله حتى هي تجي مسهلة في كل شيء. المهم بعد ما ركحت خسرت المعون هذاك عندي بديت نخرج المعون في سيل والله والحق التعاون فيا سجود اليومات هذه معايا في الدار. تعاون ديجا هاكا باش تشوفوا في اليوميات متاع اليوم. حتى هي زادا كي نظمت البيت متاعها قالتي نحب نصور وانا ننظف في البيت. عطيتها مشيت صورت الحاسيل صور من الاول انا وياها ومن بعد انا كيف بقيت نمسح وبعد حسيت باش ندخل نطيب الفطور هزت هي تليفون ونظمت البيت متاعها مصورت معاكم تنظيف البيت متاعها. وهنا كيف هاني تعاون فيه حتى في مد المعون. تحسيلو فازت الكسارن هذه. انا عندي لحم مفروم في الكونجيلاتور شفت شكون تعمل فيها السويس هذا يتحطوا بين زوز كسارن هكاكا يذوب فيه ساعة يعني. يا اخي قلت خليني نجربها والله مش ما صافا معني خرجت وانا نسيته ما خرجتوش معناها على بكري كل شيء. عملت هكاكا اسما صافا ذيب معناها ما شدليش برشا كيف حتنقلي فيه ديريكت تحل. كملت الحسيل والكوجينة وخليت اللحم مفروم هكاكا يذوب شوي ودخلت للصالة وبقيت باش نعمل لها حتى هي تنظيمة ومسحت الدار الكل. بعد ما صورت لكمش برشا راه ساعات الميناج راني ما نصورش بكل شيء. السال دو با ما نصورش خاطر معناتش نحسها يطويل عليكم الفيديو وكل شيء فما نصورش كل شيء ما نصورش معناها التنظيف الكامل. مثلا اليوم بعد الكوجينة نظفت الصالة نظفت بيت النوم الاسباس تاع الجوي صورت لكم شوي وبعد عملت اسبيراتور وبعد مسحت هذا وما صورتهمش. وبعد سجود حسيلو خذيت التليفون وصورت لكم هي كيفاش عملت تنظيف البيتها. الاسبيراتور هذيك شريتها صغيره الحق اني شريتها هاك الفصل تاع حاجه صغيره هكا طاوله ولا لي كنبي هذوك فيها مكان الخياطه هذيك الزينه تشد يدخل فيها البسكوي ولا اي حاجه هكا هي تنظف معناها لي كوان صغار تنظفهم اما ماهيش قويه راهي الحق مش قويه بالكل هكاك دبدوب ديجا هذيا راه اوس كنبي خذيته من جهه خذيت واحد بركه حبيت نشوفه الساعه الحق صافا باهي وكل شيء. ديجا عديت كعبه الاخرى قريب توصل مش عارفه قالوا لي توصل الايامات هذه. عديت كعبه واحده اخرى وتعال الاقل نغلفهم معناها الجراري هذوك الصغار ينقص عليهم الدهك ياسر وحتى في تنظيفهم صعب القماش متاعهم كان حتى نقطة ما تبقى ظاهرة فيهم. وهذيك اللوسيون تاع رقي صباح الحق سجود ركدة في البيت محبيتش نقلقها جبت مش تطلع شعرها والكل في الصالة. مساسة هي الحق تفيق معانا سجود الصباح تفيق معانا وتعاوني حتى على رقاي تفطر معاهم بعد نوصلهم بعضنا. اما اليوم ما قلت ماما راني حابه نرتاح ماناش حابه نفيق قلت لها على راحتك. والله تقلقت لي هذه الحق برطون تاع خاطر احنا كي نبدو ماشيين للروضه متاع رقي نتعدوا على الكل متاع سجود نتعدوا على الكل معناه هي ديجا جات فيها هي ليكول وتشوف الصغار وتشوف كل شيء والله كل يوم نروح بها تبكي زيدا يسالوا لي بارون ولا حتى اش بها مش في ليكول بوركوا حسيلو تبقى وليت اليوم تلا كنتي ابقى في الدار وانا تنوصلها وديجا انتي ارتاح. وبعد نحيت هذا الطبي نحيتها حتى اللي نزيد نغسلها على خاطر تمسخت.
المهم ندور في ساعة في الدار والله ونزرب على خاطر هذا كيما قلت لكم لازم كيف نمشي نروح برقية نكون حضرت الفطور باش تفطر، وبعدها زيد يجي حسام حتى هو نفطروا مع بعضنا. جانا نروح بيها نفطرها ونرجعها، كيف نبدأ أنا راجعة نلقى حسام كم أروح ما نعمل خدمة زيد نحط نفطروا مع بعضنا. هكا قلتلكم عادة كملت لميت البلاصة متاع الجوي وصدقوني نقضي ونزرب زادة، وميمتو نحب درت نحب ننظف الدار ونحب نطيب الفطور. وما نعرفش علاش انا البنات كي يبداو يلعبوا لهنا يجيبوا هذيك كي نشريو حاجه في كرتون ولا حاجه الكراد يولوا يلعبوا بيهم، راهم يخلوا لعبوا يولوا يلعبوا بالكراد، يخلوا لعبوا يولوا يلعبوا بالمعون تاع الكوجينه، يخلوا له احسيل وصدقوني غريبه فيهم الصغار، كان واحد ما يشري لهمش لعب يعطيهم الحاجات تاع الدار يلعبوا بيهم وكاهو، ويشري لهم تريف كراد ولا كي يشري حاجه كي يخلي لهم الكرتونه يلعبوا به. هاك الكرتون هذيك كبيره شي فيها كليمون، رقية ما قالت ما طيشوهاش عملت لها باب وشبابكم كوا دار، ما حبيش نطيشها لها الحق طيش داك التفاتف الصغار، وسجود هاوين يتبع له وتعاون الحقيقة. لهني هاني هي هزت التليفون، انا وقت كملت غاديكم بعد مشيت عملت اسبيراتور بقيت نمسح نزرب، وهي هزت التليفون هنا بدات تنظم معاكم في البيت متاعها. لوطا هو الفرشة متاعهم هكاكا لوطا والفوق لوطا رقية والفوق هي أما إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نبدله له. سجود ما عادش مرتاحة الحق الفوق ما نعرفش كنت نتقلق في الليل وما حتى والله بنيتي باش تدخل حاجة مثلا في الليل تفيق باش تدخل تواليت ولا تفيق حتى عطشان ديجا كده بوست الماء هذيك بيتها بحذاها تعطش، هي عندها شوية ليميت عندك الشرقة ديما مقلقتها. ما تنجمش تهبط وتبقى طالعة وتهبط تبقى طالعة بالكل، وزيد هو حسيت البيت صغيرة وهو صحيح معناها يربحك في الاسباس اما عريض عريض معنى الفرش ما ياخد اسباس. وانتو كان شاء الله كان سهل الله وكل شيء نبي نبدل لهم سرة عاديين ويكون المتراج نتاعهم مش كبير، بلاصة معناها مش بلاصة ونص، هذا خاطر يتسمى بلاصة ونص وإن شاء الله نحب نبدللهم فيها الحق البيت كان سهل الله شغل كل شيء بتسهيل من عند الله. ديجا هاكم تشوفوا هي الفرش باش تنظموا تعذب فيه وأنا أنا ما نجمش حتى ننظم نحي الوحدة معناها باش ننظمها وكل شيء منلقاش كيفاش نرجعها، مش براتيك السر هكايا ما حسيتها مش براتيك أنا الحق لا صغير ولا باش ينظف ولا هما معرفش يربحوا يسباس ما حسيته هو كبير اللي عندنا ماهوش مربحني برشا يسباس معناه خاطر وهو عريض، وبالطبيعة عندهم تبشرني كتبشر رقية من ناحيته الصباح غادي تبقى تطوي فيه. شطورة ما شاء الله على بنيتي والله الحق راهي تعاون أما راهي كيوفية ساعات تخطر لها والله لا تعمل حتى شيء، ساعات تنفح تعمل معايا كل شيء، نبدا انا وياها يد بيد. كل نهار حسيلو الهجمة هذه قلتلكم عاد الرونتري وانا داري قريبة لليكول، هكا هاو نظف انا وياها في الصالة. بقات هي تنظف في الشبابك، لاحظت انا اللي فما شكون كل مرة يتعدى يبقى يخزر لها معناه، لين فما مرة واقفة باش تطلع في كرهبتها جات قالت لي مدام شويه بنتك مش في الليكول، قلت لها سجود على حسابك كان تزيدي شويه في الشباك يجيني الحاكم يعني لهني قلت لها جبرة بيا المرأة الحق جزائرية مش فرنساوية معناها، حكيت معايا ملول بالفرنسي وبعد كي تعرفنا حكيت معايا بالعربي قلت لها رانا عملنا لها الانسكريبسيون مثلا نستنوا في الميل نتاع الفيكتاسيون هذا الميل معناها مش يحطوها لك بالضبط وتمشي تكمل الانسكريبسيون مع المديرة. هكا ولا سكرت الحق الشباك قلت لها فك علينا هيا من هنا بالحق خاطر والله تصورت سير هكا خاطر يعني نشوف برشا هكا حتى نهزها معايا للروضة ولا حاجة
يبقوا يخزروا ولا يسألوك شبيها ماهيش في المكتب، شبيها ماهيش في المكتب، هيك هو. هذيك فيها هي اسمها واسم رقية، وميمتون في اللي نستعمل لهم فيها كل الفياس نحل لهم فيها ضوء. نظمت الحسيل برتيمة غاديكا وطويت الحوايج وكل شيء، ومن بعد هذيك البيرو هيك حبت توريكم لي باني وكل شيء، كل شيء محضرته محضرين لي راهو كل شيء. جست الحق لي فورنيتور ما شرينيش على خاطر لهنا قالونا ما فما مدارس تطل معناه تعطيك ليستا وتشري، وفما مدارس لا، فما مدارس تعطيك تشري هي كل شيء وتعطيك فاكتور معناها ولا مونطون تخلص وكا والسجود هذاك هو اللي صار اليوم كي مشينا نعملو في الانسكريبسيون وكل شيء مع المديرة. قالت تشرو لها جوست كارتابل وتخوص اللي فيه ستيلوات، والبقية نبعث لكم فاكتور شنو فيها بالضبط، معناه هما اللي يشريو مش البارون هو اللي يشري. وانا والله ريت هكاك خير بصراحة، خاطر ما تبقى تدور ما ماكش عارف روحك شنو باش تاخذ وليستا ودرش هاكا هما يشريو وتخلص هاكا هو. جيست احنا باش نمشيو نشريو لها التروس والستيلوات والليفات والحاجات هذوك هاكا هو. الكارتابل عندها ديجا، وهذيك الباني والدبوزة هاكا تهز فيهم الكوتي متاعها إذا كان بدا عندها وقت ريكرياسيون والكل. خذيتهم في ستيتش، هي حابت على ستيتش، ورقية تقريب كيتي ولا حاجة في الروز هكا نورمالمون كيتي، ما نستحضرهمش ما فيهم كوميك هكا، خذيناهم بريمارك. نتوري فيكم في كل شيء. هذا الأجندة هذوك شريناهم لهم ديجا من أول ما جا ووقت حبوا عليهم ولا مباري كتبوا فيهم رقاي الكل عملت لهم خلابيزة كما تقول هاي، وسجود ما كتبتش فيها برشا. هسيلو كملت تنظيم وبعد حلت الشباك، حلت الشباك ديجا تهدي شباك عاوك البارتي تقص الشارع تلقى روحك في المدرسة. بعد خطرت لها باش كي عجبتها الشمس قالت لي خلينا نحط التابي في الشباك شويه باهي كي قلت لها حط. بعد جدا مسح عملت لها مسحه، بعد جيت عملت معايا الفطور. انا اختكم ما شاء الله راهي ناشطه سجود في القضيه كل شيء ما شاء الله عليها معناها. هيك وريتكم يعني. اللي يتفرج على على الفيديو ما ينساش ابوني ويعطيكم الصحة الناس الكل، ومرحبا بكم في يومية فوفا. يومية فوفا كان نسميها يومية فوفا والسجود على خاطر السجود حتى هي تشارك في الروتينات وتصور وتعمل في مجهود. اما بارتير من اللي ترجع تقرا صعيب شوية، كان هو اللي يبدا عندها وقت للميناج ولا باش تعاون كوش في لي ويكاند هكا، اما وسط الجماعة باش يولي صعيب شوي. ما زلت نحب نسجلهم زادا في سبور. هي تحب على ناتاسيون هي ورقية، ان شاء الله نقولهم بلاصة كهو خاطر احنا ما عرش ما هسيلو الانسكريبسيون هذه تحكي تطول كل شيء اون ليني وكل شيء فيه اوراق، وخاصة تبدا اول مرة راو ما برشا حاجات يضيعوا عليك. خاطر شفنا اللي صار اللي قراب كومبلي، ان شاء الله نحاولوا بريد اخرى نعاودوا نشوفوا لها. هنا خلطت عليه الكوجينة ناقطة سيد بطني الوقت قدرك في الفطور، وخلطت هي جابت لي التليفون قالت لي صور فطور اليوم عملت مقرونة باللحم مفروم والسبناخ والقوطة، مقرونة الببوشة الكبيرة. عندي باكو قلت خليني نعمله لهم امس عملت جلبانة اليوم قلت نعمل لهم مقرونة. حطيت اللحم مفروم يتقلى مع البصل، وحتى لهنا راهي قالت لي حتى نحب نطيب يا ماما. هكا هي تتنظم انا ولا تلمون نزرب لهنا مش مركزة في التليفون يصور ماش يصور، هي جابته هي ركحته وانا نزل خاطر ما عادش وقت على اني يعني نمشي نجيب رقية والكل.
حطيت اللحم مفروم والبصل اللي يتقلى، ومن بعد غسلت السبناخ وقصيته. إني هكا تحرك، قالت لي خليني أنا نحط الفيح. هاك وقفت بحذاها ونقولها شنو تعمل بالضبط وهي تحط. تحب هي تتعلم تسيب حتى في المرة اللي فاتت ندرى شنو طيبت. جات بحذايا انه انا نوريها شنو تعمل وهي تعمل وعم بريسك معناتها ما طيبتها هي، انا نعطيها شنو باش تعمل وهي تعمل. هنا حطيت طماطم وهريسة. قلت لو هنا باش نفوح ملح فاح، المهم باش نفوح هاكا. هاكا ناخدها بالضبط شنو تحط وانا نحي من بحذاها باش ما تغلطش تعاود تحط من نفس الحاجة. زيت فلفل زينة، كركم، تابل كروية، كليلو زعتر، وخليته يجي يطيب وال- والسبناخ والقوطة وحدهم. ذبلت السبناخ وبعد صبيتها حطيت عليه القوطة. هذا وريتكم المهم كيفاش عملتها بالضبط. هاكا وريتكم اللحم بعد طاب هو. حطيت توا السبناخ باش نذبلو شوية ونحط عليه قوطة. هنا تليفون مش راكح برشا، وليت صورت لكم بيد معناه يد نعمل بها ويد نصور بها، خاطر ماش سجود تقريبا دخلت البيت ها ترتاح ولا دخلت للسال دو بان ولا المهم. بعد ما قصيت السبناخ نحطه على الغاز، نذبلو هكاكا شوية نقطة زيت، ذبلو فيها وبعدين باش نحط عليه القوطة. وهذا روتين صباحي ديما الصباح هكايا يتعدى بريسك بين القضية والتياب. وأما العشية هكا ساعات نخرجو ساعات بتاعنا قضية نمشي ونقضيوها. و... وأمس المولد النبوي الشريف، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما طيبتش سكوكو في النهار هذاك، أولا ما نجيش أنا ما جبتش معايا من تونس، بجيش على مخي الفكرة المهم. و... وهنا ما لقيتش. فما واحدة تونسية تجيب دي حاجات برودويات توانسة معناه. كيف طلبها حسام قالت له راهو مازالت في تونس باش نجي لو سيت. اليوم احنا اليوم لو سانك، اليوم لو سانك هبطت في الباج نتاعها اللي هي جات سايي ومشينا العشية. خدينا من عندها وإن شاء الله نعملها في الويكاند. مش نعملها الحق على خاطر البنات وحسام يحبوا. كملت حضرت اللحم مفروم، حضرت السبناخ وعملت كيما الصوص، هي جوست طماطم وهريسة وملح وزيت، وصبيت عليهم الماء خليتهم يغلوا. هذوك اللي باش نطيب اللي باش نحطهم معناها الباز متاع باش تطيب فيهم المقارونة، معناها الصوص اللي باش تطيب فيها المقارونة. فهمتوا؟ هاكا صبيت هنا شوي وبعد اللي بقى باش نكملو نصبو عليها بعد ما نعملهم. بعد ما نعمرهم معناها الكعبات نعبي البلاتو الكل وبعد كامل نصب عليها هذيك باش تسيب هي باش تسيب معناها المقارونة ما خاطر مش مصموطة ولا حتى شيء.
والله كل ساعات كي نبدا نعمل في المونتاج ونشوف في روحي في الفيديو تحس روحي متغشة وانا مانيش متغشة، راهو عادي ماني ما القرماس تاع وجهي تظهر كأني متغشة، باين عليا مانيش متغشة راهو عادي، هاذيك القرماس تاع وجهي العادية، مش عارفة علاش ديما يظهر وجهي غير مبتسم. هكا كنحط من اللوطة اللحم مفروم وفوق منها حطيت السبانخ والقوطة، مخلطتهمش معناها في بعضها، حطيت على دو بارتي، تجي بنينة والله ما شاء الله جربوها ولا ما تندموش، حاجة بنينة. وبعد ساسو جات حتى هي تحب باش تعاوني، هي عملت معايا برشا كعبات، عبت معايا برشا كعبات خاطر وقتها كملت البلاتو هذاك ومازال عندي معناها اللحم والواحد، وانا سي جاي الوقت متاع رقية خليت هذيك في الفور وعلى روحها عمرت لها الوقت، وبقات هي في الدار كيف رجعت نلقاها كملت عمرت الكعبات الاخرين الكل وعملنا لها بلاتو اخر وطيبناهم. هيك على قالت لي كيفاش بالضبط نعمل وبقيت نفسر لها كيفاش باش نعمروهم بالضبط وبقت تعمل معايا. هاكا وريتكم الكعبات من الأول، ما كملت صورت بالطبيعة الكعبات الكل صورت لكم بعد ما عمرتهم. هاكا لهني بعد ما كملت عبيتهم وحطيتهم في البلاتو، كملت صبيت الصوص هذيك الباقية وغطيت عليهم بالبابي كويسون بابي ألمنيوم، وبعد ما طابت زيت خرجتها وحطيت عليها الجبن باش ما تجيش شايحة من فوق والكل، حتى عبيتها بالجبن من فوق. فما يحب يعمل صوص بشاميل فما نعرفش، انا ما نعملش حق صوص بشاميل في هذه، نعملها هكاكا نعمل فوق منها كان جبن. مرحبا بكم الناس الكل ويعطيكم الصحة على الابوني. ميرسي.